الاحتفال الأكثر شهرة حاليا يجتاح العالم. الجميع بات يقلد لامين يامال. هذه الرقصة لم تعد مجرد حركة، بل أصبحت رمزا يتجاوز الحدود والقارات. في إفريقيا تحولت الرقصة إلى ظاهرة شعبية. رغم غياب الإمكانيات ورغم الأقدام الحافية، إلا أن العزيمة جعلتهم يبتكرون أساليبهم لتقليد الشاب الذي يشبههم ويشاركهم الجذور. حتى أولئك الذين يرتدون قميص ريال مدريد لم يستطيعوا مقاومة عدوى الاحتفال. شاب فقير هو الآخر أراد تقليد يامال، لكن رغم أنه لا يملك المال لشراء مكبر صوت، لجأ إلى قنينة غاز ليبتكر نسخته الخاصة من الاحتفال. المشهد لم يتوقف عند هذا الحد، فالاحتفال بالزي السعودي ظهر أيضا بنفس النمط، مما يثبت أن رقصة يامال تجاوزت الحدود والثقافات. حتى داخل المنازل تثبت الهواتف على الطاولات، ويبدأ الاحتفال بنفس الإيقاع والحركات في محاولة للاقتراب من أسلوب لامين الذي أسر قلوب الملايين. هذه الطريقة في الرقص أصبحت ماركة مسجلة باسم لامين يامال، الذي يحتفل بها في جميع انتصارات فريقه وأيضا مع منتخب إسبانيا. وحتى في منزله يقوم بنفس الحركة ونفس الرقصة. لم يكن يعلم هو الأخير أنها ستصبح مشهورة لهذا الحد وتنتشر في العالم كله.